اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فطار صحي عالي البروتين من غير ما نستخدم اي مكونات مش موجوده عندنا في البيت، يعني من غير دقيق لوز او سيليوم او الكلام ده كله. تقدري بقى تحضري كده الفطيره اللي احنا هنعملها النهارده في اقل من 5 دقايق. وجبه كده فطار مشبعه ومغذيه، وكمان ممكن تعملي منها وحدات صغيره وتديها للولاد في اللانش بوكس وهم رايحين المدرسه. تابعيني في الفيديو علشان تشوفي الطريقة، ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده انا جبت قطعتين من الجبنة القريش، كانوا صغيرين مش كبار، وابتدأت بقى اهرسهم بالشكل ده. ممكن تهرسيهم بالهراسة، ممكن بالشوكة، ممكن بأي أداة عندك. انا مرضتش استعمل هاند بلندر علشان ده فطار كده وسريع، ومش محتاج مثلا ان انا استخدم فيه ولا خلاط ولا هاند بلندر ولا الكلام ده. ضفت كده بيضتين على الجبنة القريش اللي انا هرستها، وكمان رشيت رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. لو الجبنه بتاعتك حادقه شويه بلاش تحطي ملح، بس انا الجبنه بتاعتي كانت عادبه فحطيت كده حاجه بسيطه من الملح. وكمان ضفت دلوقتي رشه من الزعتر، تخلي ريحتها حلوه قوي وانتي بتعمليها كده، تخلي ريحتها جميله جدا مع الحاجات اللي احنا هنحطها دلوقتي. وضفت كمان حوالي نص معلقه كده رشه كده مع بعض من البصل البودر والثوم البودر عشان تفحفحها كده وتبقى ريحتها حلوه قوي. وقلبت كده الكلام ده كله مع بعض، بس اهم حاجة ان انا عايزة اهرسهم مع بعض كويس قوي، يعني مش عايزة يكون في اي تكتلات من الجبنة في الخليط اللي انا هعمله. علشان كده شوية بعمل بالمضرب وشوية بعمل بالهراسة اللي انتوا شايفينها دي، او بالشوكة برضو مفيش مشكلة، يعني باي اداة عندك ماشي الحال. انا دلوقتي هجيب الشوكه وابتدي بقى اهرس خالص الجبنه بالشكل ده. الجبنه القريش اللي عندي كانت شويه جامده، ما كانش فيها سوائل كتير، عشان كده كنت حابه ان انا اهرسها كويس قوي ما يكونش فيها اي تكتلات. هرستهم كده كويس مع بعض زي ما انتم شايفين. احنا حطينا قطعتين صغيرين من الجبنه القريش، طبعا الكميه دي بتاعتك انت، وحطيت بيضتين، ممكن تزودي كمان التالتة مفيش اي مشكله. وحطيت شويه منكهات كده، ملح وفلفل اسود وزعتر وبصل بودر وتوم بودر. دلوقتي بقى ضفت كده معلقتين من الدقيق، سواء دقيق اسمر او دقيق شوفان، دي حاجه ترجع لك انت، اللي موجود عندك استخدميه مش هيفرق كتير. وضفت كده معلقتين او 3 من اللبن، مش اكتر من كده، عشان انا بقول لكم الجبنه بتاعتي كانت ناشفه، كانت عايزه شويه من السوائل. ممكن تضيفي ميه برده مفيش مشكله، بس انا بحب ان انا ازود القيمه الغذائيه. يبقى انا كده ضفت معلقتين او 3 من اللبن، وضفت كمان معلقتين من الدقيق، دي شوفان او دقيق اسمر على حسب ما انت حابه تستخدمي ايه، او على حسب اللي موجود عندك. وكمان ضفت نص معلقه صغيره ممسوحه كده من البيكنج باودر. قلبت كده المكونات مع بعض كويس جدا. دلوقتي بقى هروح على البوتاجاز، احط في طاسه سخنه كده معلقه من زيت الزيتون، معلقه واحده بس زي ما انتوا شايفين كده. هقلبها كويس في الطاسه كده اوزعها. ودلوقتي بقى هنزل بالخليط اللي انا عملته. حلو قوي كده، يبقى انا حطيت معلقه من زيت الزيتون في الطاسه وهي سخنه، وهبتدي انزل بالمكونات كلها اللي انا عملتها عشان اعمل فطيره حلوه كده بقى للفطار. الفطيره دي مغذيه جدا ومشبعه وطعمها كمان جميل. وزعت كده المكونات بايديا، او وزعت كده الخليط بايدي او بالمعلقه. خلاص كده تمام. طب يا ترى الفطيره دي بتستوي بسرعه؟ بتستوي بسرعه جدا، يعني ممكن تاخد دقيقتين على الجنب ده ودقيقتين على الجنب التاني. اهم حاجه بس انا غطيتها كده وسبتها حوالي دقيقتين ووطيت لها النار. هقلبها دلوقتي بقى على الناحيه التانية، شايفين لونها جميل ازاي؟ حطيت لها شياطه بقى الناحيه التانية كده، ان انا عايزه تستوي من القلب بتاعها. حطيت لها شياطه كده وهسيبها حوالي 3 دقايق على الناحيه التانية. اهو دلوقتي هي خلاص كده استوت. هبتدي بقى ان انا ارفعها واحطها في طبق للتقديم كده عشان تشوفوها بقى شكلها ايه. الفطيرة دي يا جماعة مشبعة ومغذية وعالية البروتين، علشان فيها طبعا جبنة ولبن وبيض، في حاجات كتيرة جدا مغذية. وطعمها حلو قوي، مدية قرمشة كده من بره وطرية من جوه. ممكن تعملوها وحدات صغيرة كده للولاد، يعني بدل ما تعملي فطيرة كبيرة ممكن تعمليها وحدات صغيرة كده وتديها للولاد في اللانش بوكس، مغذية جدا ليهم ومشبعة، وهتبقى حلوة جدا وهيحبوها جدا الولاد. انا هوريكم دلوقتي ان هي اتخطفت كده وانا لسه بصورها. بصوا كده بقى لما بقطع حته كده من جوه طريه وجميله. ممكن تحط لها بقى خضروات، يعني زي فلفل الوان، فلفل اخضر، زيتون، براحتك خالص. بس انا عملتها ساده خالص النهارده، كنت لسه قايمه كده متاخره وعايزه اعملها كده بسرعه. او شايفين بقى الجمال والحلاوه. موتزاريلا كمان بتشد من جوه وطعمها بجد حلو قوي. هي مقرمشه كده او فيها قرمشه كده بسيطه من الناحيتين. شايفين شكلها مغري قوي؟ شكلها بجد مغري قوي وطعمها كمان احلى من شكلها. وطبعا مغذية زي ما شفنا المكونات بتاعتها كده مع بعض، والسعرات بتاعتها مش عالية. انا بتمنى تكون طريقتنا النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.